السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناه ديالي روعه بيوتي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الموضوع اللي مهم بزاف واللي كنتوصل بالعديد من الاسئله، واللي هو روعه الوقت اللي كنوضعوا الفون دو تان كيبان وجهنا مقشر ما كيعطيش نتيجه زوينه. فخصكم تعرفوا باللي سر نجاح المكياج هو انكم توضعوه على بشره اللي تكون ديجا نقيه. واليوم غادي نشارك معكم شنو هما الخطوات ولا الاساسيات اللي خصكم تتبعوهم باش تحصلوا على نتيجه مرضيه، وغنشارك معكم منتوجات اللي تقريبا هذه مده ديال شهرين وانا كنستعملهم اللي هما منتوجات هيمالايا اعشاب. فخليكم معايا. اول حاجه غادي نبداو بها هو اننا غادي نستعملوا ان جيل نيتوايون ولا غسول الوجه ونوضعوه على بشره اللي تكون ديجا فازقه، ونبقاو بحركات دائريه تقريبا لمده ديال 2 دقائق باش نظفوا البشره ديالنا بعمق. علاش قلت ان جيل نيتوايون ضروري؟ لحقاش بالنسبه للبنات اللي كيغسلوا الوجه ديالهم غير بالماء فالماء بوحديته غير كافي. اما بالنسبه للبنات اللي كيديروا الصابون فهو الصابون تينقي الوجه، ولكن مع الوقت الوجه ديالكم كتحسوا باللي ولا مشدود اكثر بحال اللي نشف، وحتى ملي كتقيسوا كيبان لكم حرش، ومع الوقت حتى داك الضو اللي عندنا في الوجه حتى هو كيمشي، يعني الحيويه ديال الوجه حتى هي كتفقد. هادشي علاش قلت لكم من الاحسن انكم تستعملوا الجل نيتوايون اللي غادي يوافق النوعيه ديال البشره ديالكم، ومن الاحسن انكم تستعملوا يوميا وجوج مرات في النهار، يعني في الصباح ملي تفيقوا وحتى بالليل قبل ما تنعسوا، باش هكا ماشي غير قبل ما توضعوا المكياج غادي تتبعوا هاد الخطوات، مي باش تكون عندكم نتيجه على الدوام. ثاني حاجه هو استعمال كوماج اولا مقشر، غادي توضعوه على البشره ديالكم وتبقاو لمده ما بين 2 حتى ل 3 دقائق كديروا حركات دائريه، وتحاولوا انكم تركزوا اكثر على المنطقه تاع اولا المنطقه ديال الجبهه الانف والذقن باش تحيدوا حتى لي بوان نوار اولا الرؤوس السوداء. فالكوماج تقدروا تستعملوه يوميا اولا 3 المرات في الاسبوع، ما عندكمش مناش تخافوا لحقاش ديجا الحبيبات ديالو صغار، يعني هما اصلا مجبورين انهم يداروا يوميا. ما انا كنقول لكم الا كنتو باغيين ديروه غير 3 المرات في السيمانه ما كاين حتى شي مشكل. حاولوا انكم دائما تستعملوا الكوماج عاد من بعد دوزوا ديروا الماسك، يعني الا جيتو درتوا الماسك ديجا على الوجه ديالكم وانتم ما حيدتوش لابو مورت فبحال ما درتو حتى شي حاجه. فهادشي علاش المرحله ديال الكوماج هي كتكون مرحله مهمه بزاف، لحقاش البشره ديالنا كتنقيها وكتخليها انها مستعده تستقبل اي حاجه. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب فهنا انا ما غاديش ننصحهم نهائيا انهم يستعملوا الكوماج، لحقاش غادي يجرح لهم البشره ديالهم. يتفادوا تقشير الوجه، يستعملوا فقط ان جل نيتوايون والماسك اللي غادي ينشف لهم الحبوب، عاد من بعد يدوزوا المرحله ديال الكوماج. من بعد ما نقينا الوجه ديالنا وحيدنا الخلايا الميته فوجهنا ولا مستعد انه يستقبل الفوائد ديال النيم، يعني انه غيغذي البشره ديالنا، غيعطينا اشراقه، غادي يمتص لنا الافرازات الدهنيه وغادي ينشف لنا الحبوب. يعني هنايا كندوي على بالضبط الناس اللي كيعانيو من الحبوب. فغادي نوضع واحد الطبقه اللي ما غاديش تكون غليظه وغادي نخليها لمده تقريبا 15 حتى 20 دقيقه، يعني غادي يبان لكم بلي الماسك راه نشف. ونستغل هاد الوقيته هادي وندير واحد 2 دويورات ديال القطن اللي يكون فيهم الماء ورد ونحطهم على عينيا. اما بالنسبه للماسك فهو تقدروا تستعملوه مره حتى 2 مرات في السيمانه كحد اقصى، ما تكثروش منه، ودائما تستعملوه حتى ديروا الكوماج البنات. من بعد ما نشف لينا الماسك كتعرفوا بلي الوجه كيكون شويه مشدود، فحاولوا انكم حتى تفزقوه تحسوا بلي البشره ديالكم ترخاج وان الماسك ما بقاش مشدود. عاد من بعد بداو كتحيدوا باش هكا ما تجرحوش البشره ديالكم. ودابا وصلنا لاخر مرحله واللي هي مرحله ديال ترطيب البشره. خصكم تستعملوا مرطب البشره واخا تكون البشره ديالكم دهنيه جافه مختلطه عاديه فيها الحبوب حساسه، خصكم تستعملوا فقط المرطب اللي غادي يوافق النوعيه ديال البشره ديالكم. وما تحاولوش البنات انكم تنساو المنطقه ديال حول العينين، الوجه ديالنا، العنق ديالنا، وكذلك حتى الفم. وصلنا لنهايه الفيديو البنات، ما سخيتش بكم، فقط كونوا متاكدين انكم لا تبعتوا هاد 4 المراحل اللي وريتكم في الفيديو باغا تحصلوا على نتيجه اللي مرضيه. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نوريكم كيفاش توضعوا الفون دو تان ديالكم، الخطوات ديتاي. ما تنساوش انكم تتابعوني على جميع لي ريزو سوسيو ديالي، فيسبوك، سناب شات، انستغرام، واخر حاجه هو اللوبس لايف اللي وليت كنت فيه بزاف ديال لي لايف. فالبنات نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، غادي نقول لكم بسلامه 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 بسلامه.